يا شعب السعودية، يا أهلي، يا ناسي، يا الناس اللي انت عرفت فيكم الحق وعرفت فيكم الصدق وعرفت معاكم نفسي، اللي انا تبت في بلادكم واعتزلت الغناء. أرجو منكم أن تسمعوا مني كلام هو وما تخليكمش ناس سدج بعض الشيء، ان نعرفكم ناس متعلمة ومثقفة. الفيديو اللي نازل على تويتر اللي فات 3 مليون و100 ألف، والتعليقات اللي كلها تقول اني انا درت شيء يضايق فتاة معينة كانت تبيع في العسل. نحب نقول لكم هذا كله تلفيق وكذب ومش صدق، لاني والله العظيم ما كان قصدي اني انا نصورها، ولو كان هي ما تبغاش ولا ما تبيز على قولتكم ولا ما تبغى ما كنت صورتها. انا انسان متعلم ومثقف واحترم خصوصيات الناس، واكيد مستحيل اني نصور بنت هي ما تبيش. صاحب المحل كان موجود وهو يبيع العسل، طلبوا مني وانا نتجول باللايف اني انا ندير لهم دعايه على اللايف. جاي واحد حشاكم لواع كذاب افاق يكرهني، هم ابناء بلدي، للاسف خذ الفيديو هذا قصه بطريقه مستفزه وخلاك تحس انها كذا، ومع اني انا ما قبيش اي حاجه غلط، ولكم الحكم في الفيديو. طلبوا مني اني انا ندير لهم دعايه للفيديو العسل بتاعهم، وانا فاتح لايف قلت لهم حاضر دلل، ولم اتقاضى اي قرش. بالعكس انا دفعت حق العسل وكنت حاب دعم من هيك لاني نحب الشعب السعودي، مع العلم ان الفتاة كانت من سوريا.